بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما هي الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة، وكذلك الأسباب التي تعين على القيام لصلاة الفجر؟ من الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة استشعار العبد أنه يقف بين يدي ربه جل وعلا. من تخاطب في صلاتك؟ تخاطب رب العالمين، تخاطب القادر عليك وعلى إنزال العقوبات بك، تخاطب ملك الملوك المتصرف في الكون كيف يشاء. السبب الثاني من أسباب الخشوع في الصلاة التفكر في معاني ما يقرأ. إذا قلت الله أكبر ما معناها وما مدلولها، إذا قرأت الفاتحة كذلك. فإذا تفكرت في معاني ما تقرأ جعلك تستحضر قلبك في الصلاة. الأمر الثالث من أسباب الخشوع في الصلاة الحرص على التزام السنن القولية والفعلية في الصلاة بتعلمها أولا ثم تطبيقها ثانيا، لأن هذا يجعلك تنصرف عن التفكير في أمورك إلى التفكير في صلاتك. الأمر الرابع أن تستعين بربك جل وعلا أن يصرف عنك الشيطان، تستعيذ بالله القوي العظيم من عدوك الشيطان الرجيم. هذا شيء من أسباب الخشوع في الصلاة. وأما بالنسبة لصلاة الفجر فأول الأسباب المعينة على صلاة الفجر التبكير بالنوم. كون الإنسان لا ينام إلا متأخرا ثم يقول أريد أن أقوم للفجر، فهذا لن يتمكن في غالب الأحوال. وكون العبد يتأخر في النوم إلى 11 إلى 11:30 هذا تأخر. ويقال لمن تأخر: ألا تقارن بين أولئك الأشخاص الذين تقابلهم وبين مقابلتك لربك جل وعلا؟ أيهما أولى بالمحافظة عليه؟ أولئك الأشخاص الأصحاب الذين جلست معهم في الليل إلى ساعة متأخرة تقابلهم وتجلس معهم وتحادثهم وتناجيهم، أم تناجي رب العالمين، تناجي الخالق المتصرف في الكون بما يشاء؟ ومن أسباب الاستيقاظ سؤال العبد لربه جل وعلا أن يجعله من المحافظين على صلاة الجماعة، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، والله جل وعلا قادر على إيقاظك. فتوجه إلى ربك إذا سجدت: يا رب مكنني من صلاة مع الجماعة في الفجر. إذا دعوت في آخر الليل: رب اجعلني من المحافظين على صلاة الجماعة في جميع الأوقات. الثالث استعانة الناس بعضهم ببعض في هذا الباب. إذا استعن بإخوانك بجيرانك بإمام المسجد لعله يعينك في هذا الباب يوقظك. كذلك اتخاذ الأسباب الموقظة، ولا ينبغي بالإنسان الاكتفاء بسبب واحد. عندك مرة يجعل جواله منبها على وقت الصلاة، ومرة يجعل الساعة المنبهة، ومرة يجعل وسائل أخرى، فكل هذه تعين الإنسان. كذلك من الأسباب أن العبد متى استفاق فلا ينبغي به أن يستجيب لوسوسة الشيطان عندما يقول له الشيطان: عليك ليل طويل فارقد، بل مباشرة يقوم ولا يترك مجالا للشيطان في إغوائه وجعله يعود إلى النوم مرة أخرى.